الثاني من وائل جمعه من ضربه جزاء بعد اعتراض الكره بيده من اللاعب العمراني. تشكيله الواك يعني وداد اتلتيك كازابلانكا في حراسه المرمى نادر المياغري 13 يوسف رابح 6 هشام العمراني 3 مراد لمسن 6 او 28 الخالقي 10 محمد بن رابح فتاح 8 ياسين لكحل 18 محسن ياجور 21 اونداما ورقم 7 الكابتن اجدو. تنطلق الهجمه بفريق النادي الاهلي لتعود من فريق الوداد. فريق الاهلي يلعب بالتشكيل الثابت عادل عبد المنعم احمد فتحي السيد معوض احمد السيد وائل جمعه شريف عبد الفضيل حسام عاشور حسام غالي دومينيك دا سيلفا عماد متعب ومحمد ناجي قدو. يتقدم الاتاك للفريق الودادي. الشوط الثاني اكيد كل فريق باش يصلح اخطائه ونتمنى ان نشاهد شوط ثاني اكثر اثاره خاصه في غياب الجمهور. تتقدم الكتيبه الحمراء للوداد وكره بعيده كره بعيده كره تخرج اوت ضربه مرمى للحارس احمد عادل عبد المنعم في النادي الاهلي. اذا كره ستتوفر لفريق النادي الاهلي. يرجع بالكره الحارس عبد المنعم لفريق النادي الاهلي المتقدم في النتيجه هدفين لهدف. هل تتواصل افضليه المصريين على الوداد؟ رابع مباراه للوداد ضد المصريين حاليا 3 هزايم. اليوم يحاول الوداد انهاء هذا المسلسل على الاقل بنقطه وتفادي الخساره الرابعه في 4 ماتشات. ترجع الكره مره اخرى. النادي الاهلي اللي ما خسرش من 7 سنوات مع نادي مغربي في الكؤوس الافريقيه سيحاول ان يحفظ هذا السجل وهذا الركور. تمشي كره لجدو يرجع جدو محمد ناجي يرجع بالكره في 1-2 ترجع عن طريق اللاعب الافريقي لاعب فابريس. يحاول مره اخرى فابريس كره خطيره على الاهلي يمشي بالكره فابريس اونداما يعمل الثغره المراوغه الثانيه الزايده وخبره لاعب بقيمه السيد ما يتعداش. ترجع الكره مره اخرى لجدو يحط الكره وسط الميدان للمتعب يمشي العمده. الاهلي سيحاول تسجيل هدف ثالث لانهاء المباراه وضمان النقاط الثلاث ولا نقاط الشامبيونز ليج بينما سيحاول الفريق الودادي العوده في الشوط الثاني والتعادل. كرة ستعود من تماس رمية جانبية سعيد فتاح هو اللاعب متعب في اللقطة الأخيرة في الحوار الأخير من الجانبين بينما هنا كرة يؤشر للتماس من خلال اللاعب السيد معوض يمشي السيد كرة وسط الميدان للفريق الأهلاوي. هو الدفاع لا ما يتصداش بصعوبة الكرة خرجت من مراد. ترجع الكرة عن طريق أجدو يمشي أجدو بسرعة فتحي يتفوق بالفعل فتحي يتدخل هو بقوة وخطأ والكرة ستعود لفريق النادي الودادي. كرة من خطأ وفاول لوداد كازابلانكا. تمشي الكرة لفريق الوداد عن طريق اونداما يحط الكرة يمشي ياسين لكحل يسدد كرة سهلة وضعيفة في يدين الحارس. تتهيأ للحارس نادر او احمد عادل عبد المنعم. كرة ستعود للفريق الاهلاوي كرة للنادي الاهلي. ترجع كرة بالراس دومينيك دا سيلفا خطيرة على دفاع الوداد. فما لاعبين جدد في تركيبة الدفاع لفريق الوداد. حس هناك نوع من غياب الانسجام والتناغم في وسط الدفاع للفريق الاحمر الوداد البيضاوي. ترجع كرة عن طريق جدو قدم في اداء ممتاز جدو مميز جدا في هذه المباراة يمشي بالكرة الغالي من رجال الشوط الاول للفريق الاهلاوي قدم عرض ممتاز واعطاه غزير حسام غالي يرجع بالكرة وسط الميدان سعيد فتاح الكرة دي على اجدو يمشي بالكرة فتحي احمد فتحي الكرة وكروس لونج للدومينيك يمشي دا سيلفا خطيرة على الوداد البيضاوي دومينيك دا سيلفا يمشي بالكرة لاعب جدو خطير والدفاع الودادي المغربي يتصدى. تمشي كرة طويلة من فريق الوداد كرة لفريق كازابلانكا بالراس قدام محسن ياجور صعوبات كبيرة في الوصول للهجوم من الفريق المغربي. تمشي كرة حسام غالي ترجع بالراس كرة كيما جات لجدو يسدد والكرة بعيدة كرة تخرج اوت ضربة مرمى للحارس نادر المياغري. هذه المحاولة الأخيرة والتسديدة اللي فاتت من الفريق الأهلاوي عن طريق اللاعب جدو. مباريات مثيرة في هذا الأسبوع وفي هذه الجولة الإفريقية. ترجع الكرة للاعب فابريس اونداما يحاول بالقوة التوغل هو في خطأ والسيد عنده انذار. أحمد السيد عنده انذار يلزم يخاف
من ورقة الصفراء الثانية. يمشي الحكم رقم 10 محمد بن رابح، يقول الحكم راهو عنده ورقة صفراء. كيف سيكون قرار الحكم في المباراة؟ تدخل قوي جدا من أحمد السيد، والحكم يكتفي بتنبيهه شفويا وسط احتجاج طبعا البعثة المغربية اللي يشوفوا في القرار ورقة حمراء ممكن للسيد. على كل حال نخليو المجال للحديث للاستوديو عن اللقطة، كل واحد ورايه، لكن أنا كمحايد ممكن نشوفها ورقة صفراء الثانية للسيد اللي لعب بالنار في هذه اللقطة، بينما تمشي كرة مخالفة لفريق الوداد خطيرة وكرة تخرج اوت. كرة كانت صعبة جدا على النادي الأهلي، كرة محاولة كانت من الفريق المغربي الوداد بحثا عن التعادل. هذه الكرة الأخيرة، المخرج يرجع للقطة والصورة. السيد عنده انذار سابق، وهذا الحكم للسادة المشاهدين. أكيد جمهور النادي الأهلي اللي يتفرج ويتبع في فريقه الآن يعني بأعصاب مشدودة، كان يتمنى أنه يكون في الملعب. لذلك إن شاء الله مباريات الإفريقية العربية تتم في كنف الروح الرياضية، هذا ما نتمناه، لأنه الفريق هو اللي يخسر، الفريق يخسر جمهوره والجمهور يخسر المتعة والفرجة والمساندة لفريقه. ترجع الكرة في وسط الدفاع، كرة عن طريق شريف عبد الفضيل، شريف يحط الكرة والجمعة في وسط الميدان. حسام عاشور خذا الوسط في الشوط الأول الفريق المصري. كرة عن طريق السيد، كرة ناقصة من معوض بدنيا. هل ممكن للوداد أن يستثمر التراجع البدني المرتقب نتيجة الإرهاق ونتيجة بطولة ماراثونية في مصر للفريق الأهلاوي؟ ترجع الكرة مرة أخرى عن طريق الخالقي، يمشي بالرابح محمد في وسط الميدان عن طريق سعيد فتاح، يرجع بالكرة بالرابح يحط الكرة العمراني يرجع بالكرة الحارس المياغري، والكرة الصعبة من اللاعب القادم من المغرب التطواني لفريق الوداد. تمشي كرة في إدارة الدفاع، لكن موجود السيد أحمد السيد، متاعب كبيرة لدفاع الفريقين، وننتظر أهداف أخرى من الجانبين ممكن نقول في هذه المباراة بين وداد كازابلانكا والنادي الأهلي. بالرابح يطلع للضغط النادي الأهلي، كان ممكن يستخلص كرة متعب في اللقطة الأخيرة. ترجع مرة ثانية في كرة ملعوبة طويلة تمشي بعيدة في وسط الميدان، والجمعة يرتكب خطأ المهاجم الودادي يرتكب خطأ محسن ياجور، والكرة ستعود لفريق النادي الأهلي. مباراة طبعا في ظروف أخرى، في وجود جماهيري وفي تواجد الأنصار، كانت تكون متعة بيتم معنى الكلمة للقيمة الفنية والقيمة الثابتة لكل من الوداد والأهلي. لكن الآن المهم النتيجة، وخطأ مرة أخرى. كرة كانت صعبة على عمراني. أرى أنه بصراحة أضم صوتي للفخري أنه بصراحة دو كاستيل لعب بالنار، جازف باللاعب، حرام. يعني العمراني قيمة ثابتة، تدخلوا في ماتش صعيب، ما عندوش انسجام وتناغم مع زملائه في الدفاع البيضاوي، معناها بلغة الكرة يقول لك يحرق اللاعب المدرب. يعني دو كاستيل كان ممكن يلعب لاعب عنده خبرة ولاعب أصلا في الوداد ويدخل بشوي العمراني، صراحة انه مثل هذه الاخطاء تقلق برشا. والكرة مرة أخرى ترجع لنادي الوداد، إمكانية الاتاك، كرة في الرواق، تتهيأ كرة ممكن توزيع على أجدو، يعمل الزلالوم، يحاول من الأطراف، يمشي أجدو قدامه فتحي، صراع كبير ويتفوق فيه أحمد فتحي بوضوح. ترجع كرة مرة أخرى ودادية، محاولة التوزيع وكرة عند الحارس أحمد عادل عبد المنعم. ترجع الكرة مرة أخرى لفريق النادي الأهلي، بدا يسيطر فريق الوداد. كرة من جدو، كرة يزفر فيها الحكم، خطأ لمصلحة حسام عاشور. كرة يحاول يستفيد منها النادي الأهلي في خطأ في وسط الميدان. انخفض نسق وريتم من فريق الأهلي في هذه البداية للشوط الثاني، مع نقول الوداد دا يتحسس شوية الطريق للعودة في المباراة. كان هدف كان ممكن يستثمروا أحسن معنويا وكرويا فريق الواك في فتح باب التسجيل من أول دقيقة في هدف من أسرع الأهداف في تاريخ الشامبيونز ليج الإفريقي، ولكن كما قلت أخطاء الدفاع وقوة وخبرة الأهلي وعزيمة زملاء فتحي أعادت الأمور إلى الكتيبة الأهلاوية. 2-1 في تقريب 7-8 دقائق في الشوط الثاني. تمشي الكرة عن طريق وائل جمعة، وائل يحط كرة طويلة دومينيك دا سيلفا، شوف المساحات، شوف الفراغات. دومينيك يمشي دا سيلفا،
يمشي دا سيلفا حط الكرة في بحث عن المراوغة، والكرة ترجع مرة ثانية لفريق الوداد. كرة الوداد المغرب، كرة طويلة ممتازة جدا خطيرة جدا، يمشي عن طريق اللاعب رقم 8 ياسين لكحل. يدخل ياسين لكحل منطقة الجزاء 2 على 1. ياسين مازال اصرار ياسين وكرة تضيع، محاولة تقطع من الفريق الاهلاوي. عاشور توصل الكرة من غالي، حسام عاشور يلعب الجدو، ترجع الكرة لفتحي، كرة لأحمد فتحي لفريق النادي الاهلي. والجمعة في وسط الميدان يلعب الكرة للأربعة. شريف عبد الفضيل، كرة من شريف عن طريق السيد، كرة من السيد معوض، يمشي السيد باس كروس لونج ممتازة عن طريق دومينيك، والدفاع يغطي مليح، الدفاع يغطي، هو الكرة ترجع للاعب رقم 13 يوسف رابح في الدفاع البيضاوي. كرة ستعود من ضربة مرمى لفريق الوداد عن طريق اللاعب والحارس نادر المياغري. هذه هي أجواء المباراة حقيقة، يعني مباراة بدون طعم ولا لون ولا رائحة، مباراة ميتة تماما في غياب صوت الجمهور، خاصة في القاهرة ممكن تحسها أكثر لما 80,000 في استاد ناصر يساندون ويشجعون. حوار مدربين أيضا دو كاستيل جوزيه، أول مرة يلتقيوا مع بعض، يعني وقت دو كاستيل جاي درب في الزمالك جوزيه كان خرج من الفريق، تجارب من 99 في القارة الإفريقية بالنسبة لميشيل، ويعود للبيت الأبيض أو البيت الأحمر الودادي بعد 7 أعوام. ترجع الكرة في الإمكانية الهجومية لياجور، محسن ياجور، يمشي محسن ياجور خطيرة من لاعب فابريس هو الكرة تضيع على ياسين لكحل. فورمة مازالت ما اكتملتش بالنسبة لياسين لكحل، لاعب منتدب في ميركاتو هذا العام من الفريق الودادي. كرة وراي الصفارة، تسلل على دومينيك دا سيلفا، خطأ وتسلل ضد اللاعب دومينيك دا سيلفا. 10 دقائق لعب في الشوط الثاني، نتيجة 2-1 للأهلي، والتسلل واضح على اللاعب دومينيك دا سيلفا. ترجع الكرة عن طريق الخالقي في خطأ، ريتم متقطع أيضا من خلال عدة مخالفات وعديد الفاولات في هذا الماتش مرتكبة من الجانبين. ترجع الكرة والمحاولة لفريق النادي الودادي، محاولة استثمار هذه الكرات ومحاولة الوصول بالكرات الثابتة لمرمى أحمد عادل عبد المنعم في نتيجة 2-1. الوقت يمر في صالح الأهلي، الوداد يحاول لكن السيطرة العقيمة، يعني بوسيشن، ما غير فرص، ما غير أفضلية أمام مرمى عبد المنعم. مخالفة وإمكانية لفريق الوداد، يمشي للتنفيذ اللاعب رقم 8 ياسين لكحل، يمشي ياسين لكحل، كرة هيا بالراس خطيرة كانت على دفاع النادي الأهلي. يرجع عاشور في صراع، الكرة تتوزع من أجدو، يخرج عبد المنعم، نعم متألق أحمد عادل، وهناك خطأ كان ضد الهجوم الودادي، خطأ موجود، قرار السليم الحكم، والكرة ستتهيأ وتعود لفريق النادي الأهلي من مخالفة في منطقة الجزاء لأحمد عادل عبد المنعم. هذه المحاولة الأخيرة من اللاعب والكابتن أحمد أجدو لفريق وداد كازابلانكا. وداد كازابلانكا اللي يسيطر على بطولات شمال افريقيا في قبل الاستقلال، بينما هنا فرصه الهدف الثالث، يضيع. برافو المياغري، برافو نادي المياغري، مش عدات المتعب اللي ضيع مثل هذه الفرص وهذه المحاولات. انفرادات متعب في العاده تتحول الى افراح واهداف، لكن هذه الكره وهذه اللقطه ضاعت من اللاعب عماد متعب، وايضا بتغطيه الكون، بتغطيه المرمى، بتألق الحارس نادر المياغري. ترجع كرة مرة أخرى للفريق الأهلاوي. مباراة في مثل هذه الظروف، في مثل هذا الطقس، في هذا التوقيت من السيزون، مع غياب الجمهور، ماذا تريد أكثر وتنتظر أكثر؟ مستوى بداية موسم أقول، وزيد التين بلة معناها غياب الجمهور في استاد القاهرة، مباراة الدور في الكلية الحربية في ظل غياب النادي الأهلي عن استاد القاهرة بسبب الإيقاف من الكاف بعد مباراة زيسكو يونايتد الزامبي. وهنا كرة محاولة جديدة للنادي الأهلي، في محاولة للاعب جدو ولكن تمشي النادي المياغري. النادي الأهلي اللي فاز في المباراتين اللي لعبوا هذا الموسم في دوري أبطال أفريقيا في القاهرة، فاز 2-0 على فريق سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي، ثم 1-0 للتأهل للمجموعات
امام فريق زيسكو الزامبي. خطأ اخر فادح وارتباك واضح من فريق الوداد في الدفاع، ولا كان ممكن يستفيد. ممكن نحكي ان الفورمه مازالت ما حضرتش للفرق الاربعه الحقيقه في هذه المجموعه، بينما كره ممتازه، كره خطيره جدا وفرصه وهدف التعادل الوداد، هدف التعادل الوك، هدف التعادل من القناص محسن ياجور في وقت الحديث عن الفورمه مازالت ما اكتملتش لرباعي المجموعه الحقيقه. المولديه، الترجي، الوداد والاهلي ماشي هذا مستواهم اعلى بكثير، ومع تقدم المنافسه ستزداد قيمه الفرق الاربعه في الجروب، ولكن الان تعادل مهم لفريق ميشيل دو كاستيل. متابعه ممتازه وشغل كبير من الاسمر، شغل كبير من اللاعب اونداما فابريس، يعمل شغل كبير في وسط دفاع النادي الاهلي، يتعدى السيد، يعمل الكروس والاوفر، وممتازه كما جات الجاز تكنيك، اللقطه الفنيه، التوازن بين الكره والبدن نتاع ياجور والمحسن، يتعادل للوداد البيضاوي. 2 الواك 2 النادي الاهلي، 2-2 في هذه المباراة. 4 أهداف تسابق وتلاحق. قوة شخصية الأهلي في أنه عاد 2-1 بعد ما كان مهزوم، وكاريزمة الوداد أنه عاد 2-2 بعد ما خسر بهدفين إثر في أعقاب التقدم. إذا إصرار واضح من الجانبين. ممكن نقول من عرج هذا اللقاء وتفاصيل هذا الماتش، الكرة متاع متعب راس من 3-1 للأهلي باي باي إلى 2-2، مباراة تشتعل من جديد. يدخل رقم 6، يدخل رقم 6 في التشكيلة الأهلوية بديل أحمد السيد، اللاعب الجديد رامي، أظن إن لم تخني الذاكرة لاعب منتدب جديد في النادي الأهلي. ترجع الكرة باسم الميدان، كرة لفريق النادي الأهلي. 2-2، كل شيء يبقى ممكن، كل شيء يبقى جايز في غياب تأثير الأنصار على الفريق الودادي. الوداد بإمكانه أن يحقق نتيجة ممتازة. يرجع متعب، يرجع متعب، يسدد كرة فيها خطأ. نعم، في فاول، في فاول خطير جدا لفريق النادي الأهلي. يحاول الأهلي من جديد استعادة فتيل النقاط الثلاث وخيط المباراة بالفوز المطلوب في مباراة أولى على ملعبه في دوري أبطال أفريقيا. إذا هنا ورقة نقول جديدة في أروقة المباراة، تغيير من المدرب مانويل جوزيه، وكانه يعني بغضب البرتغالي المعروف بسرعة رد الفعل رياكشن وخرج أحمد السيد، كانوا مرضاش على أداؤه، كان يلعب بالنار أحمد السيد، خاف عليه أيضا جوزيه، ممكن تحسب له في قراءة الكوتش عنده إنذار. الآن الوداد باش يلعب بالكونتر اتاك لأنه الأهلي باش يتقدم، يخاف من السيد اللي ممكن كان على قاب ودنا قوسين من ورقة حمراء في خطأ على اونداما، لذلك يعني فما خبث. المدرب جوزيه خرجوا خوفا على الانذار الثاني، والحقيقه ايضا غضب على اداؤه الدفاعي في كره الهدف الثاني نتاع اونداما ياجور. كره خطيره، ممكن الثالث، يمشي متعب يحط كره ولا اروع يا عمده، الكره تخرج برا للمخضرم المياغري، المياغري لفريق نادي الوداد. هذه الكره نتاع متعب، هذه المحاوله الاخيره نتاع عماد متعب، ومخالفه كانت تقريبا لمرمى الحارس نادر حارس الوداد. لحد الان نقطه ممتازه لفريق الواك، هدفين لهدفين. نذكر الجمهور العربي والجمهور المصري، الواك هي نسبه للابريفياسيون، التصغير للاسم الوداد بالفرنسيه، وداد اتلتيك كازابلانكا. ترجع الكره مره اخرى لاحمد فتحي، احمد فتحي وكره للفريق النادي الاهلي، صراع كبير، دويل كبير في وسط الميدان، يمشي بالكره عاشور، عاشور يحط الكره لل21 من اليسار، يمشي السيد معوض، السيد معوض والكره ترجع لفريق النادي الاهلي عن طريق السيد، خطا اخر من ايوب الخالقي، يمشي السيد، يمشي السيد الرواق الايسر، يوزع كره دومينيك دا سيلفا، والدفاع، الدفاع موجود والمرتدات، يلعب على الكونتر الان الواك، تمشي كره ترجع في الدفاع وفي التماس، والرميه الجانبيه ستكون لوداد كازابلانكا. اذا هذه هي الحسابات في هذه المباراه. رقم 6 في النادي الاهلي هو رامي هشام عبد العزيز مصطفى. اذا كما قلت لك لم تخني ذاكره رامي، لكن نعطيه تفاصيله الكل. رامي مصطفى، رامي مصطفى احد المنتدبين الجدد في تشكيل المدرب جوزيه مانويل، يدخل بديل لاحمد السيد، والكره تمشي وتدور مع فريق الوداد،
عن طريق لكحل ياسين، يرجع ليساري مرة أخرى، كرة وسط الميدان، كرة للنادي الأهلي ترجع للقاهرة عن طريق منارة الدفاع، يمشي وائل جمعة المخضرم والكرة تتهيأ من جديد فتحي، يتقدم أحمد فتحي، ماتش فيه هدف آخر لكن لمن سيكون 3-2 الانتصار لحمرة كازابلانكا أو الحمراء الأهلاوي. كرة ترجع من الدفاع، ترجع من الدفاع عن طريق ياسين، يمشي مراد لمسن، كرة خطيرة وخطأ آخر والمياغري يصلح خطأ الدفاع، مش ممكن، برافو نادر، لكن حقيقة أخطاء تقديرية، أخطاء فردية من الفريق المغربي في الدفاع. ترجع الكرة، الريتم يرتفع، الأهلي طبعا يرفض اقتسام النقاط، يضغط من جديد، يخلق فرص، هذه الفرصة الثالثة بعد التعادل المغربي. كرة أخرى قريبة من منطقة الجزاء، تتهيأ الكرة عن طريق العاشرة محمد بن رابح والكرة برا، كرة برا ترجع اوت، تماس لمصلحة النادي الأهلي. مباراة مثيرة على مستوى التسابق والتلاحق، 1-0 شريف عبد الفضيل ضد مرماه، 1-1 العمدة متعب، 2-1 ركلة جزاء عن طريق وائل جمعة، ثم 2-2 عن طريق وبطريق الوداد من محسن ياجور. 2-2 في هذه المباراة، سابق ولاحق، وهنا الخبرة نتاع الحارس المياغري ممتاز جدا نادر، ونعرفوا أن الوداد عرف أكبر حارس في تاريخ المغرب اللي هو بادو الزاكي، ولو أنه جيل السبعينات أيضا كانوا حراس من أعلى طراز في كرة أسود الأطلسي في الجار المغرب، من خلال علال ومن خلال الحارس الآخر الهزاز. دائما المغرب احتكمت على حراس كبار برشا. يلا عاشور، يلا عاشور. إذا الكرة تتواصل بنتيجة 2-2. متعب. رامي هشام عبد العزيز مصطفى، والله الشعب يريد تغيير الكاف، يعني هذه القائمة الرسمية لاتحاد افريقيا رقم 6. انا قلت هما اصدق، هو رامي صحيح، اما رامي ربيعة لاعب منتخب الصناعة على فكرة، هو باش يسافر الغد للمنتخب المصري المشارك في كأس العالم بكولومبيا، يما حطوا رامي ربيعة. رامي هشام عبد العزيز مصطفى هو موجود طبعا اللقب هذا والاسماء هذه اكيد، لكن هو رامي ربيعة الشهير 18 سنة، هذا انتداب النادي الاهلي. شكرا للزملاء، وكما قلت نريد تغيير الكاف، والكرة تمشي للنادي الاهلي، وحسام عاشور يحاول، والكرة تبقى في دفاعات الوداد للصمود ولوائل جمعة من اجل النقاط الثلاث. هل هي جولة التعادلات او ماذا؟ ما زالت المباراة في استاد الكلية الحربية، ولكن 1-1 في الجزائر، 2-2 في نيجيريا، 0-0 في كازابلانكا، حاليا 2-2 في الكلية الحربية، وشكلها مجموعات صعبة وصعبة جدا، هو الشكل كذلك والواقع كذلك، ستكون حقيقة منافسة شرسة كيف لا، وفي 8 فرق هناك 6 أندية كسبت البطولة الأفريقية 6 مرات للنادي الأهلي الريكور، 3 مناسبات للرجاء، مرة للترجي، مرة المولدية، مرة الوداد، وأيضا اللي بقاو القطن الكاميروني لعب فاينل 2008 في الشامبيونز ليج، والهلال السوداني لعب مرتين هي البطولة 87 92، وفي الأعوام الأربعة الأخيرة لعب 3 مرات سيمي فاينل بين الشامبيونز ليج والكونفدريشن، يعني فريق كبير وصحيح. إذا أكيد ستكون منافسة شرسة ومتوازنة. ترجع الكرة في وسط الميدان، يتقارب المستوى الحقيقة، ما ألاحظه في الشامبيونز ليج هذا العام، يعني حتى الفوز المحلي غير مضمون، انك تربح في بلادك ليس مضمون كما كان. ترجع الكرة لفتحي، فتحي يوزع، والدفاع ترجع من العمراني. قبل يعني الفارق كان تعمل الفرق في ملعبها بالانتصارات ثم تحصلش نقطة الاكستريور خارج الديار، لكن هذا الموسم ما ألحظه هو أنه لا بلادي لا بلادك، كل النتائج ممكنة، كل فريق ممكن يربح خارج دياره، وهذا يزيد في إثارة البطولة الحقيقة. ممتاز اونداما الغول يمشي اونداما، لكن في خطأ. الغول الأولى محببة على قوة وإمكانياته الجسدية، لكن الثانية فيها عملية دفع وخطأ وفاول واضح ضد اللاعب فابريس اونداما في تشكيل فريق النادي الأهلي. النادي الأهلي على فكرة أو الأهلي حضر في تغيير ثاني، يظن السيد حمدي لاعب البتروجيت، إذا غالت زملائي يصلحوا لي في الاستوديو، إذا هو سيد حمدي
لكن انا في معطياتي هو السيد حمدي اللاعب المنتدب ايضا في هذا الاسبوع من بتروجيت، واللاعب اللي الحقه النادي الاهلي في ظرف قياسي في اخر الساعات بالقائمه الافريقيه. ممكن اللجنه الخاصه بالمسابقات في افريقيا داخل الكاف ممكن هذا يحسب لها انها جهزت اللاعبين المنتدبين الجدد. فما 3-4 اسماء من فريق المولديه، فما اسمين من الترجي، فما 4 لاعبين من فريق الهلال، منهم ابراهيم التوري، منهم اللاعب اوتوبونغ اللاعب القادم من الدوري المصري، ثم حمزه محمد وامير اللاعب عبد النبي، ايضا من الرجاء اشهرهم عبد الحق الطلحاوي واللاعب زكريا الزروالي، وايضا فريق الجزائر اللي البارح تمكن من استعمال 4 لاعبين منهم الحارس سفيان عز الدين. اذا ترجع الكره عن طريق الدفاع المغربي. مباراة طبعا تزداد صعوبة، قربنا تقريب للثلث الأخير من عمر المباراة. وصلنا بالضبط في هذا اللقاء اللي يحتضنه استاد الكلية الحربية هنا في استاد القاهرة للدقيقة 71. دقيقة 71 والنتيجة 2-2. النتيجة 2-2 بين الوداد المغربي والنادي الأهلي المصري. التغيير يخرج جدو ويدخل مهاجم السيد حمدي، لاعب صاحب امكانيات كبيره وكبيره جدا في اخر فتره شحاته باداره المنتخب المصري لكره القدم. اعطاها اكثر من شانس واعطاه ثقته لانه لاعب حقيقه واعد. بتروجيت من الفرق المميزه في الكره المصريه، هو ظهر في بتروجيت، تعرفوا الاهلي بمشاركاته الخارجيه اكثر امكانيه لظهور اللاعب، وبالتالي نتصور انه اللاعب القادم من بتروجيت باش يفجر امكانياته وطاقاته في النادي الاهلي وباش يكون نقول ركيزه صحيحه في مشوار المنتخب المصري في قادم الاعوام. اذا يدخل السيد حمدي بديل للاعب جدو. ان شاء الله يكون كما قلت السيد حمدي لانه اعطيت فيه سي في ونشكر فيه والثقه لشحاته ولاعب مستقبل، ان شاء الله يطلع هو السيد حمدي، لكن انا ان شاء الله صحيح باذن الله. ترجع الكره للفريق الودادي لانه هذه مشكله اخرى الحقيقه في افريقيا. في كوبا امريكا في الشامبيونز ليج الاوروبي ساعه قبل تجي التشكيله. في افريقيا عوم بحرك، يعني لا اخفي عليكم وباللهجه وبالعاميه وبالدارجه، يعني عوم بحرك، يعني ابحث وحدك وفتش وحدك واجتهد وحدك وكلم اصدقائك وحدك وتصرف وحدك حسب معطياتك. تمشي كره طويله تمشي من الحارس احمد عادل عبد المنعم. 2-2 في ماتش القاهره بين النادي الاهلي ونادي الوداد. لحد الان نتيجه ممتازه جدا. جمهور الوداد ينتظر نهايه المباراه على هذه النقطه السعيده في مشوار العوده لاسعاد البيت الاحمر من كتيبه الواك، بينما فريق النادي الاهلي وجمهوره على الاعصاب في اخر ربع ساعه من اجل الانتصار. كره اخرى تذيع من الدفاع العلوي برشا اخطاء والتسديده عاليه، كره بعيده، كره بعيده وتسديده عاليه كانت من القائد والكابتن لوداد الامه احمد اجدو. ترجع الكره الاخيره لخطا من شريف عبد الفضيل. قلت الجاهزيه نتاع الفرق الاربعه في المجموعه ماهيش مكتمله، ولا فريق تقريبا ضرب مستواه، مع علامه ممكن امتياز للمولديه في ظروفها الاستثنائيه والخاصه. 7-8 لاعبين خرجوا على الفريق قبل انطلاق المغامره القاريه، يعني ما قصروش. بالنسبه للترجي النادي الاهلي الوداد يعني ليس هذا حقيقه امكانيات كل فريق للعاصمه التونسيه والعاصمه المغربيه او العاصمه القاهريه المصريه. بينما الكوره يخرج فيها عبد المنعم، يخرج احمد عادل، احمد عادل عبد المنعم. تمشي كره طويله لاحمد فتحي، احمد فتحي لدومينيك دا سيلفا. ترجع من الدفاع البيضاوي، ترجع وداديه، كره مغربيه يطلع البريس خطير جدا. فتحي ممتاز جدا احمد تبارك الله عليه. ترجع كره مره ثانيه في وسط الميدان لفريق الوداد. النادي الاهلي من غالي، حسام غالي، حسام غالي يحط الكره لعاشور، حسام عاشور يحط الكره لفتحي، احمد فتحي، احمد فتحي ممكن تجي منه كره مهمه للاهلي والمرتدات خطيره للوداد، ممكن عن طريق اللاعب اونداما فابريس يجي ايضا امل وحلم للواك ل3 نقاط غير النقطه. تمشي كره السيد، سيد معوض، سيد معوض الكره في مناطق الوداد عن طريق العمده. يمشي متعب، متعب يحط الكره لحسام غالي، حسام غالي يقرب الكره عن طريق فتحي، احمد فتحي يحل الكره في الرواق لليسار للسيد معوض. يمشي السيد يعطي باس وكره بخطا اخر من دفاع الوداد والصعبه ودومينيك دا سيلفا وفرصه والكره والهدف الثالث، الهدف الثالث من دومينيك، الهدف الثالث من دا سيلفا. خطا فادح غير مقبول، غير مقبول. هذه الهفوات في دفاعات الفريقين ومانويل جوزيه يتقدم من جديد.
الوداد يقبل هدف ثالث. اهداف حقيقه غريبه وغريبه جدا، وفرحه الزملاء الاعلاميين بانتمائهم المصري وبتشجيعهم لممثلي مصر النادي الاهلي القاهري. 3-2 من دومينيك دا سيلفا. كرة دخلت في العمق، خرج باش يعمل اوفسايد، مش معقول. دومينيك يهرب امام المياغري، يتعدى ويحط اغلى هدف لاغلى نقاط في بدايه المشوار للنادي الاهلي حاليا. مش ممكن الدفاع الودادي، مش ممكن دفاع كازابلانكا. شوف الهدف الثالث، خاف من ضربة الجزاء نادي المياغري. نادي المياغري نعرفوه اكثر جرينتا في مثل هذا الكونتاكت مع المهاجمين، لكن هو خاف من بينالتي، حاول يفتك الكرة من غير فوت من غير خطأ، ولكن في الاخير الهدف الثالث، الهدف الثالث للفريق الاهلاوي. 3-2 للنادي الاهلي. ترجع الكرة مرة اخرى لفريق نادي الوداد. مباراة كبيرة، هو من حسن حظنا ومن سوء حظنا. من حسن حظنا مباراة كبيرة، لأنه ديما التعليق على هذه المباريات تبقى في البال وتبقى تاريخية للمعلق في السي في، ولكن من سوء حظنا أنه رابع مباراة في 24 ساعة. فعلى الحديدة، سحبكم على الحديدة الآن. سامحوني ببحة الصوت وسامحوني إن أقلقناكم بصوتنا المزعج. بينما هنا 3-2 لفريق النادي الأهلي، 3-2 للفريق الاهلاوي، 3-2 عن طريق دومينيك دا سيلفا. فرجة 7 اهداف، 5 اهداف في مباراة العرب في قمة المجموعة الثانية. 3-2 في تسابق وتلاحق. 1-0 الوداد، 2-1 رجعت الاهلي، 3-2 رجعت الاهلي الان بعد ما تعادل الواك. 3-2 عن طريق دومينيك دا سيلفا. بينما اخطاء دفاعية مطالب المدرب جوزيه باصلاحها، هو مطالب المدرب دو كاستيل بالوقوف عليها واصلاحها قبل المواعيد القادمه. الاهلي سيلعب في تونس ضد الترجي، هو فريق الوداد سيستقبل في مركب محمد الخامس فريق هو نادي وحط الكره الغالي حسام غالي للسيد. السيد خرجت منه كره الهدف الثالث، سيد لحسام غالي، وفي كره ستعود للنادي الاهلي عن طريق السته. يمشي رامي ربيعه، رامي ربيعه حط الكره مره اخرى لعاشور، عاشور في وسط الميدان لوائل، وائل جمعه والكره تتهيأ للنادي الاهلي عن طريق معتزينو. اينو يخسر كره، يرجع ياجور، ياجور يحط الكره، محسن ياجور شد الكره اكثر من اللازم. كان ممكن في طلب الكره من لاعب فابريس اونداما يخرج له كره، لكن شد الكره وضيع فرصه كبيره على الوداد. ترجع الكره مره اخرى وداديه، الوداد يتقدم في امكانيه من ياجور، يمشي محسن ياجور في اخر دقائق المباراه. تجاوزنا الدقيقه 80 الان، 10 دقائق للنهايه. يمشي بالكره في المنعرج الحاسم في الموني تايم بلغه الباسكت، كره واحده اثنين بعيده من اجدو، والكره ترجع ضربه مرمى للحارس عادل احمد عبد المنعم. هذه الكره الاخيره وفيها وعليها ايضا تنجم تتزفر ضربه جزاء. لعب بالنار في التاكلينج الاخير الدفاع البيضاوي. بينما هنا كره حكم اعطاه ادفانتج رغم لمسه اليد. ترجع الكره لفريق النادي الاهلي، 3 نقاط ثمينه لحد الان الاهلي. الوداد يحاول ان يعود مره ثالثه بالماتش، هل سيتمكن؟ الوقت مازال 10 دقائق. كره تبقى وداديه، تبقى لوداد كازابلانكا في امكانيه الهجوم عن طريق لكحل. يمشي ياسين، هو خطا موجود ضد الاهلي. كره ستبقى لفريق ياسين لكحل، وداد الامه الوداد البيضاوي. عمليه الاعتراض واضحه جدا من حسام عاشور. هناك كان ممكن خطا ايضا على المعتز اينو في سقوط اللاعب الودادي. ان شاء الله لاباس، ان شاء الله سلامات. اذا تتواصل معطيات مثيره جدا في هذا اللقاء لدوري الابطال. نتيجه 3-2 للنادي الاهلي في اول ظهور لرامي ربيعه مع الفريق الاحمر وفي دوري ابطال افريقيا. لاعب مستقبله كبير، 18 سنه فقط، سيمثل المنتخب المصري. نتمنى له التوفيق في كاس العالم للشباب في كولومبيا اخر الشهر مع المنتخب السعودي. فريقين من الوطن العربي يمثلون في هذا المونديال الشبابي. بينما هنا الهدف الجميل من محسن ياجور للتعادل 2-2، ثم خطا في دفاع الوداد هو اللاعب دومينيك دا سيلفا يسجل الهدف الثالث للنادي الاهلي. 3 الاهلي 2 الوداد. التغيير ودخول رقم 11، تغيير يخرج
اللاعب رقم 21 يخرج فابريس اونداما. فابريس اونداما يخرج الان، ودخول في الفريق الودادي بالقميص رقم 11. رقم 11 فريد طلحاوي. فريد طلحاوي يدخل بديل لاونداما في تشكيل الفريق الودادي. كرة تمشي الدور ممتازة عن طريق الخالقي. يمشي ايوب الخالقي يوزع كرة والحارس احمد عادل عبد المنعم. احمد عادل عبد المنعم ينقذ كرة ويخلص وضعية كانت حرجة والصعبة على الفريق الاهلاوي. كرة من احمد عادل عبد المنعم، ترجع كرة النادي الاهلي في الدقيقة 82. قربنا 83 دقيقة اخر الدقائق. 3-2 كنتيجة لفريق الاهلي. 3 نقاط ثمينة لحد الاهلي فريق القاهرة. والكرة ومحاولات متجدة متكررة. ما زال الفريق الودادي لم ييأس، ما زال لم يرمي المنديل. كرة من ياجور، يمشي محسن ياجور. كرة من محسن ياجور، إمكانية والشانس للفريق الودادي. إمكانية وتوزيع وكرة خطيرة أوفسايد. تسلل كان موجود على لاعب فريد طلحاوي المهاجم اللي يقحمه الآن المدرب. تسلل موجود على الشعرة كان لكن موجود ضد الفريق المغربي. وتغيير آخر يخرج الآن سعيد فتاح ويدخل بالقميص رقم 27 لويس باسكال. لاعب باسكال يدخل الآن في تشكيل فريق الوداد. هل تأخرت تغييرات الكوتش دو كاستيل أم لا؟ الكرة تمشي مرة أخرى لفريق النادي الأهلي في مناطق الوداد البيضاوي. ترجع كرة في صراع ممتازة عن طريق لكحل. ما فيها شيء في راي، ما فيها شيء في راي، لكن الحكم يزفر خطأ. يقول خطأ لمصلحة النادي الأهلي، يعني مكاتفة بين ظفرين بين الاثنين. ترجع الكرة عن طريق الدفاع اليساري السيد رامي ربيعة. تلعب الكرة حسام عاشور، يمشي لأحمد فتحي. كرة تبقى للنادي الأهلي. كرة من حسام غالي، حط كرة السيد معوض، يمشي السيد لعاشور أو غالي. حسام غالي، رامي ربيعة. كرة تدور مليح، يحافظ على الكرة، يحتفظ بالوقت فريق النادي الأهلي. فريق عنده تجربة وخبرة الشيء الكثير. ترجع الكرة وتمشي لمعتز إينو. معتز إينو يبدل الكرة في الانطلاق الفتحي. يمشي أحمد فتحي، مش يعمل كروس، يوزع كرة فتحي وخطيرة. فرصة وكرة بالراس كانت صعبة على دفاع الوداد. ترجع الكرة وسط الميدان. كان يتقدم الهجومي عن طريق اللاعب باسكال. باسكال يحط الكرة، البحث عن الطلحاوي في إمكانية وفي خطأ في وسط الميدان. ترجع كرة بخطأ لفريق الوداد البيضاوي. هذه المحاولة الأخيرة والكرة يستعيدها ياسين لكحل. ياسين لكحل يمشي بالكرة فريق الوداد. باسكال يلعب الكرة عن طريق محمد بن رابح. يدخل محمد بن رابح في مناطق النادي الأهلي. 3-2 للأهلي. والكرة تبقى مرة أخرى عن طريق ياسين لكحل. ياسين لكحل يحاول، والكرة ترجع من حسام غالي. غالي لرامي ربيعة، يلعب الكرة كنترول من عماد. يمشي متعب، يرجع بالكرة للفريق الأهلاوي للنادي الأحمر. دو كاستيل مازال ما لقاش الحل في الوقت القاتل، التعادل الثمين المطلوب من الكتيبة الحمراء للواك. كرة تخرج اوت، تماس للنادي المغربي الوداد. 4 دقائق فقط لنهاية المباراة هنا في استاد الكلية الحربية في القاهرة على نتيجة 3-2 للأهلي. حاليا من الناحية الهجومية أن تسجل هدفين خارج ميدانك وفي استاد صعب مثل استاد النادي الأهلي يعتبر نقطة إيجابية باش يخدم عليها دو كاستيل، لكن المستوى الدفاعي تقبل 3 أهداف. يعني هذه هي النقطة المراجعة والنقطة السلبية في المباراة لفريق النادي المغربي الوداد البيضاوي كازا. يمشي أحمد فتحي، يضغط ياسين لكحل. ترجع الكرة مرة أخرى عن طريق وائل جمعة. وائل جمعة لعاشور، حسام عاشور، حط الكرة رامي ربيعة أو لا في الدفاع شريف عبد الفضيل. هذا شريف يطول كرة، ممتاز الباس، يتقدم للتاك الأهلاوي في وسط الميدان بعد كرة من سيد حمدي توصل لغالي. غالي حط كرة للسيد ومعاوض يربحها والتماس. تعامل جيد جدا مع آخر الدقائق للمكسب للفريق المصري. جوزيه يدرك جيدا قيمة هذه المباراة
وقيمة النقاط الثلاث الأولى في مستهل مشوار رحلة الشامبيونز ليج. يرجع بالكرة، إمكانية النادي الأهلي عن طريق عاشور، حسام عاشور يمشي في الكرة الفتحي، فتحي لمعتز زينو. شوف الخبرة نتاع النادي الأهلي، وكرة يخرج فيها الآن دفاع الوداد، يستخلص كرة يمشي في الرواق، إمكانية وشانس الوقت في إمكانية الاتاك، لكن الدفاع يعود. يستعيد الكرة في صراع الوسط النادي الأهلي، معتز زينو يحط كرة في المكان الفارغ، يتقدم الفريق الأهلاوي، إمكانية الهدف الرابع، يدخل منطقة الجزاء خطيرة جدا على فريق الوداد، كرة عن طريق السيد حمدي والحارس. وقف الكرة النادر المياغري، كرة ستعود لنادر المياغري، يمشي بالكرة عن طريق اللاعب أجدو، أحمد أجدو في وسط الميدان، دائما مغربية، كرة ودادية للوداد. باسكال يحط كرة، تأخر برشا دو كاستيل في التغييرات في راي. ترجع الكرة مرة ثانية للفريق المغربي، باسكال للعشرة محمد بن رابح، تحط الكرة في وسط الميدان للوداد، إمكانية الشانس لفريق الوداد في آخر وقت، مش ممكن، فرصة وهدف التعادل، هدف التعادل الوداد القاتل في الدقيقة 88، هدف قاتل الوداد البيضاوي في الدقيقة 88. أي مباراة وأي إثارة، أي إثارة، هيتشكوك يحضر الليلة في القارة، يستدعيه السفير المصري والسفير المغربي لقمة إثارة كرة القدم في الكاف كومبيتيشن. 3-3 وبالكابوس المغربي وبالشاشية المغربية يتقدم الواك لثالث الأهداف. شوف الخطأ، تقريبا الهدف الثالث نتاع الأهلي، الهدف الثالث اللي سجله الأهلي هو الهدف الثالث، نسخة مطابقة الأصل اللي سجله الوداد. خطأ في الوسط، خطأ في عمق الدفاع، وشريف عبد الفضيل سجل هدف ضد مرماه ويرتكب خطأ حرمان الأهلي من نقاط الثلاث. حقيقة غير موفق اليوم عبد الفضيل، واخطاء بالجملة لدفاعات الفريقين. بالكابوس المغربي يا جور، 3 الوداد و3 النادي الأهلي، 3-3 مباراة كبيرة جدا، 3-3 والفريق البيضاوي نادي الوداد يقترب من أن يتفادى لأول مرة هزيمة في تاريخه أمام الفراعنة، أمام أحفاد الفراعنة المصريين. خسر 2002 سوبر ضد الزمالك 3-1، خسر 2007 1-0 في كازا و2-0 في الإسماعيلية ضد الدراويش. واليوم في دقيقة 90 هدف قاتل من ياجور، 3 الأهلي 3 الوداد. أي مجموعة نتكلم عن أي لقاء نتحدث وعن أي شامبيونز ليج سنصف ونعلق. مش ممكن. 2-2 نيمبا الهلال السوداني في يابا، 1-1 الترجي في الجزائر ضد المولدية، 0-0 الكوتون سبور في كازا ضد المغربي الرجاوية. واليوم لقاء فاق الجميع، فاق التوقعات في غياب الجماهير، مباراة مثيرة 3-3. يمشي الواك طلب للرابع، مش ممكن على لقاء يا طلحاوي، يمشي فريد طلحاوي خرج كرة سليمة، الوداد يقترب من مكان خطير للأهلي، صعب على الأهلي، يدخل طلحاوي يدخل، طلحاوي يراوغ، طلحاوي خطيرة والدفاع، والكرة من أجدو، صعب على النادي الأهلي، أجدو مش ممكن، كرة مباراة بالدو ماتش ضيعها أحمد أجدو. أي مباراة يا زكريا ناصف، أي ماتش بحضورك يا فخر الدين، وأي أداء وأي تقييم لقمة إثارة الماتش العربي يا بيرا. مش ممكن على الحلاوة، مش ممكن على متعة وإثارة كرة القدم. صدقوني لو كانت المباراة بالجمهور لكانت متوترة ولا خلصت 0-0 1-1 1-0. صدقوني المتعة في غيابكم، ولكن يعني أبالغ، لا، بدون وجودكم لا متعة في كرة القدم. جماهير كرة القدم هي الملح وهي الطعام. النادي الأهلي يحاول والوداد يريد أن يصمد، ومباراة تفتح في آخر الدقائق لهيتشكوك أكثر من مثير. انذار على دفاعات الواك. 3-3 ملا كورة وملا ماتش، 3-3 ملا كورة وملا ماتش. 1-0 الوداد، 1-1 أهلي، 2-1 الأهلي، 2-2 يا حسن يا حمدي وزير الدفاع في السبعينات، 2-2 مرة أخرى يرجع الوداد، 3-2 لأهلي الكايرو، و3-3 لوداد كازا. الله على إثارة المباراة الأولى في الشامبيونز ليج في ملعب الكلية الحربية. 3-3 تغيير أخير، يدخل اللاعب عبد الرحيم المدافع اللي اليوم عوضه ممكن العمراني،
الآن المدرب يرجع يلعب بعبد الرحيم بن كجان. إن كانت لهجتي المغربية سليمة في هذه اللحظات. إذا كرة تتواصل ومباراة تأثيراتها كبيرة جدا. كل الفرق الآن عندها نقطة في المجموعة. واللقاءات القادمة الأهلي ترجي في تونس، الوداد يستضيف المولودية. حقيقة لآخر جولة لن تعرف من يتأهل في هذه المجموعة. ما زالت الإمكانية للأهلي. الأهلي كثيرا ما قتل منافسيه، ما سجل أهداف مصيرية ما بعد 90. لذلك ما زالت الكرة في آخر دقيقة، في آخر 60 ثانية. الوداد كما عنون الموقع الإلكتروني لوداد الأمة من أجل نقطة في قاهرة المعز، والنادي الأهلي يلعب لل 94 من أجل أغلى 3 نقاط في مشوار الشامبيونز ليج. مجموعة حديدية، مجموعة صعبة. لا تقول لي اهلي لا وداد لا ترجي لا مولودية، لا يمكن لك التخمين باسم المتأهل. خطيرة على الاهلي والصعبة وراسية لو اتت لهذا الهدف الرابع. الله، الوداد يتحرك يتكلم في اخر الدقائق، ومش ممكن على كرة ايوب الخالقي، مش ممكن على كرة ايوب الخالقي يا مانويل. نعم انها حرب الاعصاب، انها دقات القلوب المتوالية والمتتالية والمستمرة والمسترسلة في قادم الجولات. الله على ديربي مغرب مصر، الله على ديربي موروكو ايجيبت. مش ممكن على روعة المباراة. شوط ثاني مثير وربع ساعة أكثر إثارة. يرجع بالكرة النادي الأهلي، يرجع بالكرة الفريق المصراوي، والكرة ترجع مغربية عن طريق أيوب الخالقي. أول مرة الوداد لا يخسر من المصريين لحد اللحظة. ترجع الكرة من العمراني، الحكم ينظر للساعة والكرة ترجع بالراس مرة أخرى. صراع الرجال وكرة في وسط الميدان لباسكال. يحط كرة لعبد الرحيم، يرجع بالكرة النادي الأهلي يضغط، والحكم في هذه اللحظة يؤشر لنهاية أروع المباريات، أكثر اللقاءات إثارة، أحلى الماتشات إثارة. هنا الروح الرياضية، رئيس النادي الودادي مع رئيس النادي الأهلي. هذا ما يبقى في كرة القدم، هو فير بلاي، هي علاقات، هي أخلاق الكبار وكبار الرياضيين. انتهت معركة الكلية الحربية، استعمل الأهلي كل الأسلحة وسجل في 3 مرات، ولكن فريق النادي الودادي بإصرار معروف ومألوف عن المغاربة لم يستسلم، لم ييأس، ورجع من بعيد. شوف الروح الرياضية. دومينيك دا سيلفا اللي دربه دو كاستيل في الصفاقس التونسي مشاو حية الكوتش السابق ليه رغم عدم الانتصار. هنا حكاية الكلية الحربية، خسارة في غيابكم، خسارة في عدم رؤيتكم. ممكن شفتوها في الدار وفي المقهى، لكن لما تشوفوها في الملعب غير. دعوات لكل الفرق العربية بالتوفيق، ودعوات لجماهير العرب أن تقف مع فريقها، وأن تقف مع فريقك يلزم تحترم الميثاق الرياضي لما تكون أنت المضيف، لتستمتع فرقتك بتشجيعك، وليستمتع الجمهور أيضا بكرة القدم المقدمة من كبار القارة. إذا المكشخة، وداد الأمة، البوكا دافريكا، نادي القرن، والسيد البلد والشناوة يأملون ويتأملون في بطولة أفريقية 2011 للتاريخ. الوينرز المغاربة الوداديين سيحضرون أنفسهم لدخلة مباراة الشناوة، وهناك في رادس فيراج الترجي سيستقبل الأشقاء المصريين. هكذا انهينا، وبالفعل والله انتهينا يا سعدون.